ولسه لعبتنا سيسو بين الراجل والست مكملة معاكم. الست بجد مش اخده حقها، بجد مضطهدين. انت مش فاهمه الست ازاي. هنحاول تاني في حلقة النهاردة مع ضيف جديد، يمكن نفهم بعض اكتر. انت شايف عدم التفاهم حله في حلقه؟ يتحلوا معايا. انتوا مفضوحين، انا اللي فضحت الستات. ضيف حلقتنا النهاردة استنوني. هاي خالد. هاي اسراء. اخبار؟ الحمد لله. هسألك أسئلة سريعة جدا نبدأ بيها وما تفكرش كتير، جاوب على طول. الصاحب الجدع ولا الصحبة الحلوة؟ الصحبة الحلوة. الصحبة الحلوة. من الاول. صاحب الجدع اكيد. اللي مهتمة بنفسها وشكلها ولا اللي مهتمة بيك؟ لا 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 لا، مهتمة بنفسها شكلها. ههتم بنفسي. الشغل الاوفر تايم تاخد عليه فلوس ولا تخرج تتعشى معاها؟ الاوفر تايم اخد عليه فلوس عشان اعرف اخرجها. النجاح المهني ولا النجاح العاطفي؟ المهني طبعا. تحكي مشاكلك لصاحبتك ولا لصاحبك؟ لصاحبتي. انجح حاجه ان البنت تحكي للولد والولد يحكي للبنت. ما انا جدي الله يرحمه قال لي كده بجد والله العظيم، مش افيه. لان البنات دايما عندهم طاقه يسمعوا المشاكل كلها، الولاد لا، هو عملي قوي، اللي هو تعالى يا صاحبي نروح ونيجي ونعمل. ما اهدى، في ايه؟ اللي بتحبك اكتر ولا اللي انت بتحبها اكتر؟ اللي انا بحبها عشان بحب اضمن نفسي بصراحه. ما انا لو بحبها يعني هخليها تعرف تحبني. يا ترى ليه معظم الرجاله فوضويين في البيت؟ العيب على ماما بقى، دي عايزه تعرفي الست الكويسه تعرفيها من ابنها. ايه انت دلوقتي لو ربيتي ابنك ان هو ينظم حاجته بنفسه وما يعتمدش على اخته في البيت، هيكبر ايه؟ ليه ابني ده ما يطلعش مثلا ورا قدوه ابوه، ان ابوه يبقى راجل منظم؟ ما هو العيب على ست الله يرحمها. هي مالها؟ اللي مربي قرد عارف ألاعيبه، فهي ربت قردها غلط. انت منظم ولا فوضوي؟ عشان والدتي ظابط في البيت ماشيين كده، يعني مفيش حاجه اسمها مثلا حط له هدومي في الغساله، لا انت لسه عندك رجل ما شاء الله بتقدر تتحرك. يا ترى ليه الراجل ما بيعرفش يقول ما اعرفش، بالذات لو اللي بتسال السؤال ده واحده ست؟ ما يحب يبان قدامها بقى ايه، عارفه جراندايزر. ما هو ده بقى النوع الرخم ده. بس البنات بقوا اذكياء دلوقتي بقى، البت قروبه عارفه تعرف الديب مخبي ابنه فين. بس لسه بتفتوا علينا برضو. ما هو خلاص العيب عليكي بقى، لا انت اللي قبل يضحك عليكي. ومين قال ان بيضحك علينا؟ عيني في عينك كده يا اسراء. يا ترى ليه الرجاله ما بتقبلش الرفض في العلاقات؟ تيجي على كرامته قوي يعني. تعرفي السؤال ده بجد بيحيرني. طب ما انا بترفض من شغل عادي، وممكن اترفض من حاجات كتير في حياتي، ممكن اترفض من السفاره. اصل اللي رفضتني دي مش ملكه جمال العالم، هتروح ويجي غيرها. جايز. انت مش عارفه نسبه العنوسه زادت جدا، الاناث بقت اكتر من نسبه الذكور. فلما مين اللي عملها دي؟ انا عملتها امبارح في البيت. طب ليه اصحابك الولاد ما بيتقبلوش الرفض؟ متخلفين. الموضوع سهل، واللي في نصيبك في الاخر هتلبسي فيه. بصي مش هتعرفي تخلعي، هتروح محكمه الاسره. يعني هتروح محكمه الاسره. مفيش. ليه بتحبوا الافلام عصابات بقى وعنف وضرب واكشن؟ ممتعه للبصر. بالله عليك ما بتحبيش احمد السقا؟ اغلطش بقى، عايزك تغلطش بقى. طبعا استاذ احمد السقا حبيبي. استاذ احمد لما تشوفي استاذ احمد وهو بينط من على فوق عربيه البطيخ وبيتشقلبها في البطيخ ويقوم متدرجل، بحبه اكتر عن العشق والهوى. ده قديم. ده كان الاستاذ لسه ما تمرسش في الاكشن بقى. مش شايف ان دي مشكله ان انتوا عندكم كبت عنف؟ اروح للدكتوره اقول دكتوره انا عندي مشكله، بحب اتفرج على افلام اكشن. تقول لي يلا حبيبي عبيط اطلع بره. يا ترى ليه الرجاله ما بتعترفش بمبدا المساحه شخصيه للستات؟ يا اسراء بالله عليكي، بالله مساحه شخصيه اكتر من كده ايه؟ ده انتوا ليكوا عربيه كامله في المترو بسبب افعالكم. افعالنا ايه بقى؟ ها اقول انا ولا تقول انت؟ مش طبيعيه. طب ما انتوا مساحتكم في كل حته، مستخسر فينا عربيه مترو. طب نخش المول، يلا نخش المول. دخلنا المول، كميه محلات الهدوم بتاعت الستات. حاشرين نفسكم حتى في محلات الهدوم بتاعتنا. حاشرين نفسنا يا بنتي، واحنا لازم نلبس، هنرجع لاهل الكهف هنلبس ايه؟ هنلبس شرطه. لا مفيش الكلام ده. يا بنتي انت عايشه فين يا بنتي؟ ما تحصلنيش. فكرتيني توازني، انت فكرتيني توازني. سلامة توازنك. خالتي لسه مجوزانا من سنتين. يوم الله يخليك يا رب. فاحنا بنفرش الدولاب، فجايين بنقول لها هتحط هدوم. عايز لا الضرفه دي الاخيره انا هحط نص هدوم وهو ياخد الشقتين. حلوه خالتك دي بقى. انت لو مكان جوز خالتك كنت عملت ايه؟ والله العظيم كنت مسكت الدولاب كسرته على دماغها، سوري على العنف الاسري ده. وبهدلتها. ما هو انت برضو دخلتني في الدواليب والهدوم. مساحتي انا بيرسونال بابل بتاعتي. يومي انا البابل دي هتفرقع من كتر ما انت فيها لوحدك. انت مش بتحب تعرف تفاصيل حياه صاحبتك او خطيبتك؟ طب ما هي او بتعرف مراتك؟ عني كل حاجه. هو انتوا حد يعرف عنكم حاجه؟ صدقي يا شيخه ان الست اكتر كائن كذاب في الدنيا، اكتر من الراجل. الله. بتعرف تكذب كذبه لمده سنين ومحدش عارف يقفشها. بس انتوا مش بتكذبوا يعني؟ هتقفشيه انت وذكائك. ما انت لو مش امراه ذكيه ما تحاسبناش.
تعديها ازاي؟ لو كان في فلوس انت هتجيب بيها هديه لمراتك او خطيبتك، انت رايح تجيب الهديه دي، العربيه راحت ضاربه منك. بخش عليكي بقى ان انا متاثر قوي، فاهمه اللي هو 5 هدوء، فاهمه كده اللي حصل كذا كذا كذا، وهتكلم بالراحه وحاسسك انه لا لا خلاص يا حبيبي ما تجيبش حاجه. الستات اسهل كائن تعرفي تضحكي عليها، بس هي كداب، لان هي تركيبه ما تخلص. هاتيلي حد عرف يفسر الست ايه. تعديها ازاي؟ لو في صفه واحده بس تختارها تكون في خطيبتك او شريكتك. الامانه. لان الستات كدابين. لا هي تكذب براحتها عادي، يعني لازم تستمتع في حياتها. ان الامينه دي ممكن مثلا اسافر واسيبها لوحدها، انه الرقيب هو ربنا. بيقول لك الست لو في سجن ومقفول عليها وعايز تعمل حاجه غلط هتعملها. الست بس والرجاله عايز يعني؟ لا تخيلي شوفي مثلا 2 سجناء، في ست شوفي راجل، شوفيهم 2 وهم طالعين من الحبس، تلاقي الراجل متبهدل وحياته متدمره ودقنه، والست يعني بتبقى خارجه بتبقى طالعه هانم كيداهم، بتبهدل البوس، طالعه وتد. شوفيش مسلسل سجن النساء كلهم جوه ايه ما شاء الله عايشين حياتهم. قعدة الستات حلوة، هي حلوه، محدش قال لك وحشه، على محدش قال لك وحشه. قعدة الرجالة كوبة ممله. بجد. لو قدرت تغير عيب واحد في الرجالة، ما بيعرفش يعمل اكتر من تاسك. عشان مخ طفل؟ لا عشان مخ عملي. دول حاجات عكس بعض بقى. يعني ايه انا ابقى بشتغل واحد اتصل بتقول لي عايزه اتعارك؟ عايزه ايه؟ يلا نتعارك. ما تحاوليش ان احنا نشتغل عشان نجيب الماما عشان تعرفي تتعارك، عشان تفضلي معايا، عشان ما نروحش محكمه الاسره، فاهم؟ بس تعالي بقى شوفي الست وهي بتتكلم، تلاقي التليفون في الطرحه، بتخلص الورق وبتمشي وبتشرب النسكافيه وبتتعارك وبتخلص الشغل اللي وراها. يبقى دي ايه؟ انجازات عظيمه. ده ابهار. لو في حاجه واحده بس شايف ان هي اللي بتخلي العلاقات تستمر، الاختيار من الاول. انا من الناس اللي بتحب قوي فتره الخطوبه مثلا، دي اللي بتبين كل حاجه. اللي بيمثلوا فيها بيبقوا اوفر بصراحه، فدي بتبقى سخيفه جدا. اخترتي صح هتفضلي العمر كله صح. حاجه جوه العلاقه نفسها تخلي العلاقه تستمر. الاحترام ده مهم جدا، ومش الاحترام بس على فكره، خدي بالك مش علاقه ما بين راجل وست، في اي حاجه مع اي حد، حتى مع نفسك انت تحترمي نفسك، ده اهم حاجه. تعديها ازاي لو مراتك او خطيبتك جالها سفريه شغل؟ لا هحترم ده جدا. انا بحب الست بتشتغل، يبقى الست بتشتغل دي بتبقى لذيذه. دماغها شغاله. انا اتربيت شايف ام قويه قدامي مع اب قوي، البيت استمر. بيقولوا ان الراجل بيحب يحس ان هو قائد. ما لو احنا الاثنين واقفين ند لبعض يبقى احنا ما ينفعش لبعض، لان قوه المراه تكمن في ضعفها يا اسراء. ده مثل فاشل. لو بتحبي واحد وعايزه تطلبي منه طلب، هتروحي تقولي له انا عايزه كذا على طول كده؟ علاقاتك كلها فاشله يا اسراء. انا من غير ما اقرا لك الفنجان فهمت. كنت بتوزي حاجه من والدك، بابا انا عايزه مثلا 200 جنيه، وكنت بزن انا عايزه 200 جنيه زن، وافضل ازن لحد ما اخد. اسراء زنانه. انت عارفه الزن ده حاجه وحشه جدا. زن على الودان امر من السحر. جماعه بتعترف، انت بتخسري نفسك يا لهوي. ايوه حل بسهوله. امال المفروض اعمل ايه؟ هقول لك بقى، اديك الخطه. انا طول عمري بحب المرهمه. مش مثلا اسراء عايز الورق اللي في ايدك ده، اقول لك اسراء ايه الورق في ايدك ده؟ بتقري منه حاجه كويسه؟ طب انا ممكن اشوف ملاوع. عايز مثلا تسافري. بصي يا مدحت، انا دلوقتي محتاجه اسافر وبجد انت هتوحشني. هيقول لا في الاخر. ما خليكي ذكيه، اقفلي كلامك بان انت ما تدوش اختيار. لما تقولي هتوحشني، انا مش عارفه ازاي بجد ان انا حتى افكر. بيأثر فيكوا الكلام ده وانتوا بتحسوا ليه يا اسراء بتتعاملي مع ثلاجه؟ ثلاجات. اسراء انت تجاربك في الحياه لا مش قد كده، احنا لازم نقعدوا مع بعض اكتر من كده. نعيد في قائمه اكساتك بقى في الموضوع ده. بيقولوا ان الرجاله لو مسكت ماليات اي حاجه تغرقها. صح. تيتا الله يرحمها كان اول ما جده يروح يقبض المعاش بتاعه كانت تقف له على الباب، عبده بعت المعاش. الراجل ما يعرفش يدبر، الست بتعرف تدبر. كسبتها بونت. الراجل لو اتبقى ربع فرخه هيسخنوا وياكلوا ربع فرخه. بس عارفه بقى ماما كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل شاورما. فاحنا تاني يوم بناكل شاورما. انت اكلتي صنفين. شفت الستات اذكياء ازاي حبيبتي؟ ما طبيعي حتى في دي يعني. ايه اللي دي؟ ما تخلينيش اقول لك ده دورك المطبخ بقى. ايه علاقه المطبخ باداره الماليات؟ مش يقول لك المطبخ إيه السياسي، كل حاجه بترتبط بالمطبخ. ان الست الشاطره تعرفيها من المطبخه، دي معلومه للستات اللي ربات المنزل. مش البيت غلا. طب لو دلوقتي ست بيت بتتفرج علينا، انا اقول لهم معلومه وهي هتعمل بانيه، فالبانيه غلي اوريدي برضه، تبل البيض في البانيه، هترمي البيض اللي هيتفضل ده، هتعملي ايه يا اسراء؟ هعمل ايه؟ يعني انا تهت شويه. احنا قلبنا موضوع الحلقه. استني والله، بدل ما تحطي تبليه في بيض هتعملي ايه؟ مش عارفه. اذا دي تعرفوا ان هي ست مش شاطره في المطبخ.
هتحطي لبن. هحطه كده كده ما انت بس يغني عن البيض. يغني عن البيض، هيمسك الكراست اللي بره. لا بس مش هيبقى مقرمش على فكره. لا دي وصفه بانيه فاشله يا لا جماعه. ثانيه واحده ثانيه واحده. لا ماما لسه مجرباه اول امبارح، انت هتعرضي ماما؟ لا مش ماما هقدر اعرض بتعرضك. ماما. لا ما اقدرش. ليه حصير ان المطبخ ده يخصنا؟ ما انت ممكن تقف في المطبخ. لا بس اشهر ما تخش شيفات في تقف العالم رجاله. بالظبط. اي حاجه بتاعت الست الرجاله شاطره فيها، وده بجد حاجه في منتهى الفشل منكم. ايه ده؟ ايوه كمل. وايه كمان؟ انت شفتيش الشيف اللي بيحط الملح كده ده؟ هو منتهى بيعمل- الرومانسيه وهو بيعمل لك كده في الملح يبهرك. ايوه ما انتوا كده مناظر فارغه. بس اغلى ستيك في العالم من عند غريبه اللي بعده. بيقولوا ان الرجاله ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها، عارفه ده الراجل اللي اتربى في بيته ايه؟ ان الرجاله ما ينفعش تعيط، فنرجع انها ايه بقى؟ ان الام غلطانه. الاب هو اللي مين بيقول دي؟ كده. دي طنط صفاء مرات خالو محمد، لما ابنها والله العظيم لما عمرو بيعيط بتبهدله. انا اسفين يا طنط صفاء. ما انتوا ربيتوا الستات دي انها تعمل كده. طنط صفاء دي مين اللي مربيها؟ طنط ناديه. اه فطنط ناديه ربت طنط صفاء، لما هي طنط صفاء شافت اخوها. تعالى نرجع لاصل الموضوع ده. لا هنرجع لاصل الخلق. طنط فخدي بالك بقى دي طنط كيلوباترا. لكليوباترا دي الامراه القويه، دي كانت بتستحمى في حمام لبن. هو انت بتقارني كليوباترا بطنط صفاء؟ انت طنط صفاء دي اخذت كليوباترا السلالة. السجاير. انت فاهم بتقارني مين بمين؟ بيقولوا ان الراجل اللي ما بيعرفش يعبر عن مشاعره ده فاكره بيبقى في حنيه الام. انت بتظبط وكل المشاعر. والله العيب على اللي بتتشقط. ليه؟ انا كدبت عليكي في ليه؟ مشاعري ليه؟ وانت ليه؟ صدقتي. مين الخسران؟ يعني اللي صدق هو اللي العيب عليه مش اللي بيكذب. اخس. يا شيخه انت وانت صغيره طنط كانت تقول لك اي حد يقول لك تعالي اوديك عند بابا قولي له لا. كبرتي وثقتي في واحد ما تعرفوش وهو راجل ذكي الله اكبر عليه، ربنا يحميه له مامته يا رب. كمان؟ لا ربنا كداب. على الكاريزما دي. هو احنا بنتكلم في التظبيط اللي هو حنيه. لا اسمها شقط. ما هو شقطها ازاي؟ ده معناه ان كل العلاقات شقط بقى. لا مش كل العلاقات لا. شقط. انت دلوقتي واحد جه دخل عليكي بالحنجل والمنجل، انت ما بتبقاش عارف حنين وجميل ولطيف وبيعبر عن مشاعره ما دي أفورة. وبيتكلم ايه الامراض دي؟ افوره واحد اوفر. ممكن تبقى دي طبيعته. ليه؟ يبقى اختبريه، ما طلعش كده اقلبيه وشوفي غيره. الحياه سهله لما تحصل لك كده بقى واحد مثلا يخش عليك تحسي انت ولا انت مش متظبط يلا. ما انا بكت على طول. ده بس انت قوية. المشكله اني لو حفيدة نادية الجندي ولا ايه؟ نادية الجندي. حاسك قويه شبهها كده. انت اصلا انت قعدت تتوهني كده وتلففني. شفتي عشان انا بقول ذكي، لك عشان حسستك ان السؤال خلص. تعرفوا تبقوا حنينين وطيبين. اول ما الموضوع يبقى خلاص بقى بقينا في علاقه اصلي زهقان. لا انت انا صدقتي راجع. البدايات، انت اللي خسرانه مش هو. انت بتثبت وجهه نظري عامه فقشطه يعني تمام. يا بس عايزه تسيبي نفسك وخلاص. اي محتوى من عندك يا رب. ما هي كلكم البدايات واحده والنهايات واحده. نكد. لا انت فهمي اللي داخل عليكي، اقريه. مش فكني انت بتقولي ان منك هو طبعاً. زهق من مين؟ مش زهق منك يبقى انت اللي خسرانه. فأنا السؤال اللي بعده خسرانة. اسراء. بيقولوا ان انتوا بتحبوا الرمرمه. عادي اقول لي مثلا راجل يحب ياكل كبده بعد كده يروح ياكل مثلا كرواسون. انا بتكلم عن رمرمه معينه ما تحورش. ما انت فهمي بقى. يعني احنا كبده وكرواسون. انا بقول كبده وكرواسون اخدتيها على الست براحتك. رمرام. هو انت لما ما تفطرهوش الصبح مش عايزاه ينزل يرمرم في الشارع؟ هو انا اللي هفطره ليه؟ فين الحنيه؟ الحنيه دي بقى رايحه جايه. راح زمن الحنيه الله يرحمك ست ورد. حتى الاغنيه مش فاهمها. اهدي ولا كنتي بتخسري فانت حاسه من جواكي اللي هو ازاي. هو بيرمرم اللي عنده معزه يربطها. بيكلم واحده البت ضحى صاحبتي. ضحى دي المعزه؟ لا مش المعزه. قفشت صاحبها مع حد. عارفه اول ما كلمت البت الثانيه قالت لها ايه؟ قالت لها اللي عنده معزه يربطها سيبك وجالي. كياده قتلتها البت، عرفتش تتكلم سكتت. يعني هو المعزه وانا اربطه ليه ما يربط نفسه؟ الست الشاطره اللي تبلف الراجل اللي يخليه ما يشوفش غيرها. شفتي شويكار لما عملت له الصينيه وعملت له التركيه وعملت له في الاخر قالت له ايه؟ قالت له الصينيه هي انا مش عارف ايه هي كل هي شاطره. ما انتوا بتخونوا بيبقى العيب على مين بقى؟ خيانه صعبه. الراجل لما يخون يبقى العيب من الست، والست لما تخون يبقى العيب من الراجل. انت مفكراني هقول اجابه كرييتيف؟ محدش كده انت. انا دلوقتي الست بطبعها مش خاينه. ده معناه ان انتوا بطبعكم خاينين؟ لا اغلبيتنا. معيز. طب بقول لك على حاجه يا اسراء، تعرفي دلوقتي مثلا لو واحد قال لواحده مثلا يا معزه هتروح تشكي في حقوق المرأة، ليه ما فيش حقوق الرجل؟ يا ابني هو انتوا واخدين الحقوق كلها في شنطه كده في جيبكم بنحاول ناخدها. انت فرهتشيني. اسمعي اسمعي. انا دلوقتي لو راكب مثلا في مشروع اللي هو عندكم هنا ميكروباص، الكرسيين اللي قدام، تعرفي لو انا هاخد الكرسيين بس جت انسه حلوه هتاخد الكرسيين هي وانا تركن ورا؟ عشان هي لو ركبت ورا هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ اسال صحابك. نظريه المؤامره دي بقى. كنت بنت قبل كده جربت؟ لا بس طب بشوف خلاص اسمعي انت اسمعي. خلص المتحرش. خلص الجمله. ايه اللي خلصت الجمله؟ بصي ما عندكيش ما عندهاش طاقه للكلام. دي مشكله الرجاله اهو، بيحبوا يقولوا معلومات. عايز تقولي عن حياتي؟ دلوقتي المتحرش ده هو كائن اصلا تركيبته غلط.
موجود في المجتمع بشكل كبير ومقبول وما بيتوقفلوش الوقفه اللي المفروض يتوقف لها. فمين اللي بيعاني؟ مين؟ جاوب انت الان. بس خلاص. بس اقول لك على دلوقتي بقى في وعي. دلوقتي البنت لو حصل لها موقف هتلاقي زميلها بيدافع عنها، الناس اللي في الشارع بيدافعوا عنها. انت كنت بنت قبل كده. طب انت بتتكلمي على رجاله، كنت راجل قبل كده؟ عندك 10 ثواني بدأوا من دلوقتي. انت بتخوفيني ليه؟ بضيع وقت. اسألني فيهم سؤال واحد. اكتر تجربه خليتك كده ضد الرجاله؟ لما تبقى في الشغل وتلاقي واحد المفروض ان انا اصلا المديره بتاعته حب ان هو عشان انا ست اكيد لازم يعرفني الحاجات بتتعمل ازاي، فيجي يقعد ساعه يشرح ولا بسمعه ولا ببص له ولا بس هو مكمل. ودي مش مره، دي مرات. قعتي نفسك واقعه. هيشوفوا الحلقه هتلاقيهم بيكتبوا في الكومنتات تحت ازاي خسرت نفسها كده. ما عندكيش تقبل للاخر. افرضي قال لك معلومه واحده تنقذ لك حاجه بتعملها غلط. اقول لك هل انا طلبت نصيحته؟ ستات. لو ما طلبتش نصيحتك ما تنصحنيش. الستات يعني مش هقول حاجه اصلا اهو. ما بتتقبلش الاخر. شكرا جدا. شكرا. مبسوط ان انا كسبتك. يا جماعه هو ايه الناس اللي بتكسب نفسها دي وتقتنع؟ هي مش في كومنتات تحت الفيديو ده؟ معلش ما انتوا كتير اصلي. بقول لك عدد الاناث بقى اكتر من عدد الذكور. جماعه هي دي الستات ما بيتقبلوش راي الاخر، وهي مقتنعه ان هي يعني انتوا يعني معلش انفتاحكم لراي الاخر مغرق العالم. خلاص احنا دخلنا في خناقه. انت داخل مع البنات، ايه اللي حصل جوه؟ ما كنت مع البنات. اسرائيل استفزني. لا جديده. اتوترت توتر جوه، كانت قاعده واتلخبطت، وقفنا كذا مره. انا احب اوجه رساله لكل المجتمع. انا كده انا كسبتك. حلقتنا خلصت. ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معنا على يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك وتويتر. مستنيين تعليقاتكم وطبعا لايك وشير. يمكن تكونوا سبب يمنع 2 انهم يروحوا محكمة الأسرة.